قمه التدين مش ان انا اتقبل الاخر، قمه التدين ان انا احبه واتمنى له الخير، ويا رب يكون ده احساس غالبيه الناس. اشمعنى مسيحيين مصر واشمعنى مسلمين مصر؟ افتكر هي الحكايه مقصوده من اي عدو، سواء العدو ده محسوب على دين الاسلام او على الصهيونيه او محسوب على اي حاجه. التجاهلات دي ما تفرقش معايا، نفرق معايا من ثقافتنا احنا، يعني يفرق معايا احنا شايفين بعض ازاي، يعني نقدر ندافع عن بعض ازاي. طول عمرنا عايشين مع المسيحيين وكويسين معاهم، هم دول اهالينا، احنا عايشين، والرسول عليه السلام قال الدين المعامله. المسيحيين دول جيراننا واحبابنا ومعانا في الشغل ومعانا في العماره، والحقيقه ما فيش بيننا وبين بعض اي حاجه وحشه. اغلب المصريين اتربوا بالشكل ده، ان هم ما بيفكروش هم بيتعاملوا مع مسلم ولا مسيحي، احنا بنتعامل مع بعض ان احنا ولاد بلد واحده. لان انا ومصطفى نعرف بعض من زمان جدا، صحاب جدا، بنعيد على بعض، والدنيا بينا حلوه جدا، عمرنا ما حسينا بفرق، او عمري وانا بتعامل معاه حطيت في دماغي مصطفى ده مسلم او ولا يعني واللي انا متاكد منه ان عمر مصطفى وهو بيتعامل معايا كان في دماغه حتى معلومه او هنت زي كده. في حاجات موجوده نشيلها عشان حتى لما يحصل حاجه زي كده ما نرجعش نقول اصل المشاكل، عايزين نلغي كل المشاكل دي عشان يبقى في القاعده بتاعتنا نضيفه. لما يحصل حاجه زي كده نبقى متاكدين انه من بره ويبقى هدفنا كله على بره. احنا اللي اتخبطنا بس في النهايه مصر كلها هي اللي اتاذت، مصر كلها هي اللي هتتاذي. وزي ما ناس كتيره من اصحابي بيقولوا ان العمل كده اكيد مش مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجددنا اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. صدق الله العظيم. احنا بنقول في التشهد 5 مرات في اليوم، بنقول ان احنا مؤمنين بكل الكتب وكل الرسل وكل الاديان السماويه. احنا عندنا في المصحف الشريف سوره اسمها مريم. احنا لما بيتقال اسم سيدنا عيسى بنقول عليه السلام. وانا كمسيحي معايا اصحابي، انا واحد مسيحي دارس 10 سنين دين اسلامي، حافظ ربع القران، دارس توحيد وفقه وتجويد وتفسير، واقدر اناقش اي مسلم في دينه اكتر منه وعارف دينه كويس جدا جدا. الدين ما قالش ده. الرسول عليه السلام ان هو بعد ما اتجوز السيده مريم القبطيه ابقاها على دينها، ابقاها مسيحيه، ما اجبرهاش ندخل في الاسلام وما قالهاش ان دينها غلط او وحش او حاجه من دي خالص. الرسول عليه السلام كان بيدعو الناس لعباده ربنا وما كانش بيجبر الناس على عباده ربنا، وما كانش بيحارب حد الا لما حد يحاربه. انا بفرح قوي لما اشوف ناس خارجين من الكنيسه باعداد كبيره، انا بالنسبه لي ده نصر لله سبحانه وتعالى. ما هم بيعبدوا ربنا، هم مش يعني كل ان احنا بنقول انه هناك في الممارسات بعض الاختلافات، انما في الاخر الحقيقه كلنا متفقين على نفس القيم والمبادئ. لو في تعامل من اطراف ان واحده بقت مسلمه مسيحيه مسلمه او واحد اتنصر، بنتعامل معاه احنا كتير جدا، بنتعامل معاه كانه جون في دين الاخر، وده مش موضوع، مش هو ده اللي هيثبت ديني ومش هو ده اللي هيثبت ايماني ومش هو ده اللي هيثبت اي حاجه. دي مواضيع صغيره ومركزين معاها زياده عن اللزوم، والاعلام لازم يكون له دور انه ما يظهرش الكلام ده. الكلام ده هو اللي بيولع الدنيا. لازم يبقى فيه مسؤوليه اعلاميه، لازم يبقى احنا بنفكر. يعني معظم القصص دي بتبقى قصص حب وقصص ملهاش دعوه اساسا لا بتدين ولا باي حاجه. في الطرفين اطراف صغيرين منهم بياخدوا الموضوع ويكبروه تكبير ويطلعوه خارج سياقه تماما. يا رب نهدي. منين ما اتفرج على مظاهره بلاقي المسلم جنب المسيحي وقمه الغضب يعني، واحنا ما نقبلش ابدا. جيراني مسيحيين متربيه معاهم ومتربيين معانا وكنا في المدرسه مع بعض، حضرنا افراحهم في الكنائس وحضروا افراحنا. انا شايفه ان الموضوع جاب اثر عكسي، ان احنا اتوحدنا اكتر وبقينا قلبنا على بعض اكتر. وبطلب من رجال الدين المسيحي والمسلم ما يساهموش في عمليه الاحتقان او تهييج الناس على بعضها، لاننا عمرنا ما كنا عندنا هذا الاحساس العدواني بالاخر، سواء المسلمين تجاه المسيحيين او العكس. في دول كتيره جدا من مصلحتها انها تعمل زعزعه سياسيه في البلد وتخلي المسيحيين يتقلبوا على المسلمين ويحصل مظاهرات ويحصل مشاكل، وعشان المسيحيين يطالبوا ان هم يخرجوا بره البلد او يعملوا زي السودان، ما هم طالبين دلوقتي ان هم ينفصلوا ويعملوا دوله لوحدهم خالص، او زي العراق ما حصل في 1300 هاجروا من لجوء سياسي للدول الاوروبيه بسبب الاحداث اللي حصلت في الكنائس اللي هناك. لو استسلمنا لمحاوله شق الصفوف الدنيا هتبقى نار، يعني هتبقى حرب اهليه. فالبلد بلدنا واحنا لازم نحافظ عليها. احنا محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض، ومحتاجين نبص لنفسنا ونواجه نفسنا. لو عندنا مشكله يا جماعه، ودي ارجوكم يعني بلاش فكره ان كله تمام، لا كله مش تمام.
ولو عندنا بعض المشاكل بيننا وبين بعض نقعد ونشوف اسبابها ايه ونحلها. نحارب الايد المجهوله اللي متهيألي ان احنا بنسميها الايد المجهوله ولكن بنبقى كلنا عارفينها، اللي بتحاول ان هي تعمل فتنه ما بين المصريين وتحاول تعمل تفرقه ما بين المصريين، معروفه من زمان جدا كلمه فرق تسد. احنا مصريين قبل ما يكون عندنا اي دين، تعالوا نفتكر ده قبل اي حاجه ثانيه.